بنات تعالوا نطلع من اللون الاسود، نعمل صبغه العيد. هنطلع من اللون الاسود ونعمل كده لون جديد، لون جديد. اول حاجه طبعا قبل ما بعمل الصبغه بيبقى عندي اي سبراي للشعر. تمام، يعني انا مثلا بستعمل سبراي من برودكت هوريه لكم دلوقتي. لازم ارش سبراي من الشعر علشان يحافظ على فروه راسي، وكمان الصبغه ما تحرقش الشعرايه. وانا هعمل كوكتيل صبغه كده طبعا، فهيبقى تقيل على الشعر جدا، فلازم استعمل السبراي ده. تمام، تعالوا يلا بقى مع بعض، لاني مش عارفه اتكلم تاني عشان اعرف اسرع لكم الفيديو. يلا بينا. اول حاجه كده يا بنات هجيب السبراي بتاع هيلثي ويف. السبراي دون طبعا بيحافظ على الشعرايه جدا جدا، وكمان بيملى الفراغات قوي يا بنات، بيملى الفراغات حلوه قوي، وكمان بيعالج الصلع الوراثي، بس بتعمليه بالدرما. تمام، ده انا رشيته كده يقوي الشعرايه، وهبتدي اصبغ عادي شعري، لاني هستعمل صبغه قويه غير الحنه دي. هستعمل الاطراف صبغه قويه عشان انتوا شايفين ان الديل بتاع الشعر او شعري من تحت لونه اكنه مجرب كده. تمام، خلاص الصبغه نزلت خالص، وانا كنت ناويه على العيد ان شاء الله ان انا اعملها، بس انتوا قولوا لي ايه رايكم في اللون الاسود المزرق بقى، لاني انا بعشق اللون ده جدا. بصوا شايفين اللون هيبقى فيه فرق جامد قوي. بعد كده اخدت بايدي، لان الفرشه ما كانتش نافعه بصراحه وشعري كان تقيل، فقلت اما اخد بايدي وهحط نوع الصبغه التاني، وبرده هحطها كلها على شعري زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى كنت خدت شاور يا بنات، وزي ما انتوا شايفين اللون اختلف وكمان فتحني قوي. وجبت الشامبو بتاع هيلثي ويف. الشامبو ده يا بنات بحب استعمله مرتين في الاسبوع، لان يا بنات بيحافظ على الصبغه جدا بتاعه شعري، وكمان بينعم الشعرايه قوي، ما فيهوش اي سلفات ولا كيميكال يا بنات، وحلو قوي. وكمان السبراي بتاعه السيرم دون انا بستعمله قبل ما بعمل مكوى واستشوار، تمام، على شعري، وبعد ما بعمل مكوى واستشوار. وكمان جبت الاقراص بتاعت فيستافا يا بنات، ودي الحل البديل لبرفكتين. الاقراص دي فيها كل المعادن والفيتامين، ومن بعد ما ولدت وانا باخدها لشعري. تمام، وعدتها كذا مره. الاقراص دي حلوه قوي ومصرحه من وزاره الصحه يا بنات. وده برضو السبراي بتاع الصلع الوراثي يا بنات، او ملء الفراغات. تمام كده، انا باخد من السيرم بوريكم بعد ما خلصت كده شعري ونشفته بالاستشوار، بحط قبل وبحط بعد كمان. حلوه قوي يا بنات. المجموعه هي عباره، او الباكج عباره عن 4 حاجات، وفيها كمان الاقراص. انا عايزه اقول لكم الاقراص حلوه جدا جدا جدا، وفيها كل المعادن والفيتامين اللي ممكن تتخيلوها وما تتخيلوهاش. وهي دي الاقراص اللي كنتوا بتسالوني عليها لما كنت بقول لكم ان انا باخد اقراص لشعري بعد الولاده. تمام، هما المجموعه اهي 4 حاجات: الشامبو بتاع هيلثي ويف، والسيروم هيلثي ويف، وكمان السبراي بتاع هيلثي ويف، وكمان معاهم البرشام او الاقراص مصرحه من وزاره الصحه. دي بجد نجدت لي شعري اقسم بالله، وكمان مش بتكتر الشعر بتاع الجسم خالص. عشان الناس اللي بتعمل ليزر مش بيكتر الشعر في الجسم خالص يا بنات. الاقراص هنزل لكم اللينك في الكومنتات. باي باي.